لو انت واحد من الناس وعايز تفعل خاصيه الوايلد كارد، فانا جاي اقول لك ايه هي افضل الفرق اللي ممكن تشتري منها لعيبه تقدر تجيب لك اكبر عدد من النقاط. فبدون حرق كتير يلا بينا نخش في التفاصيل على طول. نبتدي في الاول بحراسه المرمى. في حراسه المرمى لازم يكون عندك في اول اختياراتك هو سيلز حارس مرمى نوتنجهام. ليه لازم سيلز يبقى عندك؟ لان نوتنجهام هي اكتر فرقه طالعه بكلين شيت، عاملين 9 كلين شيت لحد دلوقتي، وفي اخر 4 ماتشات لعبهم سيلز مع نوتنجهام قدر يطلع فيهم بالكلين شيت. زائد كمان ان الماتشات الجايه نوتنجهام هي ماتشات سهله وفي المتناول، يقدر عادي سيلز انه يطلع فيهم بالكلين شيت، طبعا باستثناء ماتش ليفربول الجوله دي. وخلي بالك مش معنى ان هو هيلاعب الليفر يبقى مش هيقدر يطلع بالكلين شيت، لا عادي يقدر سيلز ان هو يطلع بالكلين شيت، لان نوتنجهام هي الفرقه الوحيده اللي قدرت تفوز على الليفر السنه دي لحد دلوقتي، وقدرت كمان انها تطلع بالكلين شيت. اما الحارس الثاني بقى اللي ممكن تروح له بس هيكلفك شويه وهو ديفيد رايا حارس مرمى ارسنال. ديفيد رايا اللي سعره 5.6 مليون، بس رايا هو اكتر تاني حارس طالع بالكلين شيت بعد سيلز، بالمشاركه مع بيكفورد من ايفرتون ب7 كلين شيت لكل منهم. ولكن لو عايز نصيحتي روح خلص على طول في بيكفورد، ما فرقتش كتير بس على الاقل هتوفر في الميزانيه. نروح لخط الدفاع. انا واحد من الناس لما بحب اروح اشتري حد في خط الدفاع بروح على طول على الباكات، وده ليه؟ لان مش على طول المدافع هيطلع لك بالكلين شيت، انما الباك بقى ايه يقدر يعوض ده عن طريق الاسيست او الهدف، ولو كمان قدر ان هو يطلع بالكلين شيت يبقى خير وبركه. فافضل 6 باكات بيجيبوا نقط لحد دلوقتي عندك بيدرو بورو من توتنهام، اينا من نوتنجهام، وارنولد من الليفر، وكيركيز من بورنموث، ولويس هال من نيوكاسل، وروبنسون من فولهام. خط النص لا خلاف طبعا على محمد صلاح، هاته وانت مطمن، لان انت لو ما جبتوش واتفزلكت هتزعل جامد، وانت يا عيني اصلا مش مستحمل. تجيب مين بقى يسند مع صلاح؟ هي دي بقى الفكره، لان دلوقتي هنروح لخناقه ما بين 2 لعيب، بالمر ومبومو. بالمر هو الوحيد في تشيلسي اللي ماسك فورمه، وحتى لما مستواه بيقل ما بيقلش خالص، على الاقل خالص هتلاقي عمل لك اسيست من ضربه ركنيه او جاب لك جول من ضربه جزاء او من فاول، والراجل لحد دلوقتي الصراحه مجمع لي شويه نقط حلوين، على عكس خالص مبومو. يعني في كام جوله كده هتلاقي مبومو عمال يجيب لك في نقط كتير، وبعديها هتلاقي مستواه عمال يقل والكيرف بتاعه بيقل. ولو انت واحد بتفكر على المدى القصير فانا بنصحك انك تجيب مبومو مع بالمر، وتبدا بقى انك تنزل بالميزانيه بتاعتك في اللعيبه بتاعت خط الوسط، ولكن انا ما بفضلش كده. مين تاني ممكن تجيبه في خط الوسط بتاعك؟ فانا برشح لك وبقوه انتوني جوردن من نيوكاسل. الراجل ما شاء الله ماسك فورمه هو وفرقته، فهنلاقيه في اخر 5 ماتشات لعبهم جايب 35 نقطه، غير كمان جدوله الفتره الجايه سهل وفي المتناول. وعندك كمان روجرز من استون فيلا. استون فيلا اللي ماتشاتها الفتره الجايه كلها ماتشات سهله وفي المتناول باستثناء ماتش ارسنال، يقدر روجرز من خلالهم ان يجيب فيهم نقط. فهنلاقي استون فيلا عندهم ايفرتون، ارسنال، وست هام، وولفرهامبتون، وابسويتش تاون. فروجرز خيار من الخيارات الحلوه قوي بالنسبه لسعره ده. خط الهجوم انا بقول لك اهو ما تروحش تشتري هالاند، لان هالاند مش هيديك بثمن الفلوس اللي انت دفعتها فيه دي، 14.8 مليون. غير كمان ان السيتي دلوقتي مش في مستواه الطبيعي. سيبك من هالاند خالص وروح اشتري ايزاك من نيوكاسل. الراجل ما شاء الله ماسك فورمه الفتره دي، زائد كمان مع ضربات الجزاء، غير كمان ماتشاتهم الفتره الجايه كلها سهله، وسعره طبعا اقل من هالاند، سعره 9.2 مليون. تاني واحد على طول تروح له هو كريس وود، سعره مناسب 6.8 مليون، غير كمان فريقه في المركز الثالث وعاملين نتائج حلوه، زائد كمان مع ضربات الجزاء، غير كمان ماتشه اللي بعد الجاي قدام ساوثهامبتون، واحنا اصلا بنتارجت اي حد هيلاعب ساوثهامبتون عشان ناكل على قفاهم عيش. ثالث واحد ممكن تجيبه هو راؤول خيمينيز من فولهام. الراجل في اخر ماتشين جايب 22 نقطه، هاتوا بس معاك ال3 ماتشات الجايين لانه هيلاعب 3 فرق سهلين وفي المتناول، وست هام وليستر واليونايتد، يقدر يسجل فيهم عادي، زائد كمان انه معاه ضربات الجزاء. وبعد كده لو حبيت تبيعه وتجيب ويسا من برينتفورد عادي مفيش مشكله، لحد ما ويسا بس يخلص ماتشاته الصعبه الفتره الجايه، لان انا شايف الرهان على ويسا ومبومو الاثنين مع بعض في ريسك كبير ومش حلو بالنسبه لي، لان في الطبيعي واحد منهم بيسجل والتاني لا، الا في حالات نادره زي ماتشهم اللي فات قدام ساوثهامبتون. ودي تكون افضل تشكيله وايلد كارد ممكن تعملها بالنسبه لي. فحط اللايك لو عجبتك الحلقه واشترك في القناه، ونتقابل في حلقه تانية باذن الله.